السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وصفتنا نهار اليوم هي تحلية مشروع للمقاهي. ماهيش مكلفة، اقتصادية وسهلة التحضير. بدون إطالة نروحوا للوصفة والمقادير، نبداو على بركة الله. هنا في عندي المقادير: حبة بيض، عندي كأس إلا ربع تاع سكر، ربع كاس حليب، ربع كاس زيت، 5 مغارف كبار تاع فارينة، 2 مغارف كبار كاكاو، رشة ملح والفانيليا. وما ننساش كيس تاع خميره كيميائيه. هنا في ريسيبيون حطيت السكر، حطيت حبه البيض ورشه الملح، راح نخلطهم مليح بالباتور. لازم السكر هذاك تاعي يذوب والخليط يولي ابيض. بعد نزيد الحليب تاعي. هنايا ديما ننسى ما نسجلش في الفيديو، زدت الحليب دافي وزدت الزيت ربع كاس. هنا 2 مغارف كبار تاع كاكاو، لازم نغربلهم كيما راكم تشوفوا هنايا. الكوريات يكونوا في الكاكاو تاعي، الكاكاو لازم يكون مر باش ما تجينيش التحليه تاعي حلوه بزاف. راح نبدا نضيف الفارينه كيما قلت لكم 5 مغارف كبار. راح نضيف الفارينه بالتدريج، ومعها راح نضيف كيس خميره كيميائيه. لاول مره تزور قناتي نقولها ما تنساش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. هذه التحليه ما تسقاملكمش بزاف يعني. سعر العلبه ماشي سعر العلبه كيفاش تبيعيه. سعر العلبه راح يسقاملك 10 دينار يعني 1000 راك. السعر تاعها لما تبيعيه راح تبيعيها 3000 للعلبة، ولا قادر حتى تكون 4000 على حسب هذوما القوالب والعلب اللي تحطي فيهم، على حسب سعر تاني العلب اللي تحطي فيهم. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما اضفت الفارينة راح نجيب الخليط تاعي، نحط كل علبة نحط ملعقة تاع الخليط. كيما راكم تشوفوا هنايا حطيت ملعقه، راح نخبطهم خطره وندخلهم للفرن على درجه حراره تكون متوسطه ما تكونش قويه. ونروح نحضر الكريمه. هنا الكريمه حطيت نص كاس سكر، وحطيت كاس تاع حليب، كاس تاع ما، حطيت ملعقه تاع كاكاو، وحطيت ملعقه ونصف تاع مايزينا. راح نخلط هذه المكونات جيدا حتى يسخن لي الخليط، وبعدها راح نضيف نصف ملعقه تاع مارغرين. اللي تحب تزود الكميه يعني تضاعف الكميه فقط. كما قلت لكم راح نخلط حتى يثقل معايا الخليط، وهذا الخليط اللي يجي من الفوق ما راحش يجمد من بعد، راح يبقى على شكل كريمه. هنا قبل ما نحط الكريمه هذه راح نحط ملعقه حليب، اللي تحب تخلطها مع النسكافيه ولا دير ملعقه حليب تشرب الكيكات هذوما الصغار، تشربهم كامل ملعقه تاع حليب. وبعدها نحط فوقها الكريمه هذه تاع الشوكولا اللي كنت طيبتها. هذه هي وصفتنا نهار اليوم. تزيين من الأحسن ننصحكم أنكم تزينوها بالكاكاو من الفوق، لأنه هاد الكريمة راح تتشقق شوية مع الكاكاو تجي روعة. هنا التزيين أنا زينت بحبيبات الشوكولا كما راكم تشوفوا. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتعتمدوها كمشروع في حياتكم. راح نشوفوا التحليه تاعنا كيفاش جات بزاف بنينه، لانها اقتصاديه وما تديش الوقت. واللي حبت تطيبها للدار يعني طبعا تقدر تطيبها في دي غامكا، وعادي يعني ديرها لولادها. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.